للمهندسين الشاطرين اللي اخدوا السي سي ان اي وعايزين كمان ياخدوا الام سي اس اي علشان خاطر يكون السي في بتاعهم تقيل في سوق العمل. يا اهلا الشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو ده مش للشباب العاديين بقى، الفيديو ده للناس اللي عايزين يشتغلوا في مجال الاي تي، للمهندسين الشاطرين اللي اخدوا السي سي ان اي وعايزين كمان ياخدوا الام سي اس اي علشان خاطر يكون السي في بتاعهم تقيل في سوق العمل. في الفيديو ده انا عايز اعمل مراجعه على الكورس الام سي اس اي في الجامعه الامريكيه، وزي ما احنا عارفين ان الناس اللي اخدوا السي سي ان اي عايزين ياخدوا كمان الام سي اس اي علشان خاطر يكون عندهم الكومبينيشن بين الحته بتاعت الشبكات والحته بتاعت الادمنستريشن، فبياخدوا كورس سي سي ان اي بعدين بياخدوا كورس الام سي اس اي. وزي ما احنا عارفين ان فك رموز كلمه ام سي اس اي يعني مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اسوشيت، زي برضو السي سي ان اي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت، برضو مايكروسوفت سيرتيفايد سوليوشن اسوشيت. ده الناس اللي شغالين في الادمنستريشن وشغالين في المبنى من جوه. اما الناس اللي اخدوا شهاده السي سي ان اي بيكونوا مختصين ان هم يوصلوا ما بين مبنى ومبنى تاني في نفس البلد او في بلد مختلفه. فهنا انت لما بتاخد كورس السي سي ان اي وكورس الام سي اس اي مع بعض كده انت بتاهل نفسك لسوق العمل بشكل قوي جدا جدا، لان انت ما بتدرسش في اي مكان، انت بتدرس في الجامعه الامريكيه، والكورس محترم جدا جدا زي ما انت هتشوفه شرح الفيديو. بتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل وبتمنى تعمل لايك الفيديو، لان اغلب الناس اللي بيتفرجوا على الفيديوهات التعليميه والخاصه بالكورسز بيكونوا عايزين يعرفوا المحتوى بس بينسوا حته السبسكريبشن دي، بس جواهم بيكونوا عايزين يعملوا سبسكرايب او يدعموا الشخص. فبتمنى ان انت تعمل سبسكرايب في الشانل. وكمان لو انت عندك اي سؤال بعد ما تسمع الشرح بتاع الفيديو بتمنى تسيبه لي تحت في الكومنتس. ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير دايما. النهارده هشرح لكم الكورس بتاع الام سي اس اي ويندوز سيرفر 2016 في الاي يو سي. طبعا الموضوع زي ما احنا عارفين في الاي يو سي فيري بروفيشنال، ويعني هتكونوا مبسوطين جدا جدا عن التجربه. عشان كده انا اخترت الاي يو سي ان انا هوست الفيديوز بتاعتها، وانا عارف ان هي هتجيب لك الار او اي اللي احنا عايزينه. وزي ما احنا قلنا ان احنا عارفين ان كلمه ار او اي او ابريفيشن ار او اي اختصار لكلمه ريتيرن اون انفستمنت. انا كواحد بتاع اتش ار او كواحد بتاع ليرنينج اند ديفلوبمنت، لما باجي ادي الكورس بحسب الار او اي اللي هيطلع من الكورس ده قد ايه، العائد اللي هيطلع ليا بعد ما ادي الكورس ده. وانا كطالب برضو ايه الار او اي اللي انا هستفيده من الكورس ده، تمام؟ اللي هو العائد على الاستثمار. انا هدفع دلوقتي في الكورس ده مثلا مبلغ سين، طب سين ده هيعود عليا بايه؟ هيوفر لي شغل في شركات ايه؟ هيعمل لي ايه؟ هيديني ايدج عن زمايلي ايه؟ ايه اللي هو هيضيفه لي؟ الجامعه الامريكيه بتضمن لك ده، في بعض الناس بيعتقدوا ان الشهاده بتضمن ده، وفي بعض الناس بيقولوا ان جوده التعليم اللي في المكان بتضمن ده، وده الجانب اللي انا بحبه عامه يعني. بس انا كاتش ار لو جاي لي واحد متعلم في الجامعه الامريكيه هضمن ان هو اتعلم كويس، علشان كده بنقول ان شهاده الجامعه الامريكيه كويسه. وده يعني بريف صغير بس كده عن الموضوع. طيب خلينا نشرح بقى الكورس ونتكلم فيه في الحته بتاعه الانترودكشن. طيب هنا بيقول لك والله this course covers implementing. بص بقى implementing، ماشي، managing، maintaining and provisioning services and infrastructure in Windows Server 2012 environment and prepares for attending the MCSA certificate exam. هو دلوقتي هيعلمك الآتي، هيعلمك كل الحاجات دي انت بقى تimplement، وان انت تمانج، هتدير هتثبت وهتصين وهتعمل كل الكلام اللي هو بتاع الخاص بالبنية التحتية باستخدام ويندوز سيرفر يعني 2012. انا كنت هاخد الام سي اس اي دي بس لما كنت في انترستد في مجال الشبكات يعني وكده والادمنستريشن، بس شفت خالص المجال بعد ما يعني عملت سيلف ريفليكشن وظبطت نفسي اكتر في الحته بتاعت السايكولوجي يعني. فالموضوع بالنسبه لي بقى اوضح ان انا مش في الفيلد بتاع النتوركينج عامه. طيب وكمان بيحضرك ان انت تحضر الامتحان الام سي اس اي بقى اللي هو بتاع مايكروسوفت، تمام. هنا بيقول لك اهوت والله ان انت كونك تاخد السيرتيفيكت بتاعه الام سي اس اي، بيقول لك ان انت عندك بقى برايمري سيتس اوف ويندوز سيرفيس 2012 سكيلز
relevant across multiple solution areas business environment يعني to reduce the IT cost and deliver more business value. ان انت بتدرس الشهاده دي ده يخليك توفر على البيزنس بقى وتخلي البيزنس يعني الانفايرمنت بتاعت البيزنس احسن حاجه، لان انت بتتعلم بقى ازاي تسهل وتسخر التكنولوجيا ان انت تظبط حوار البيزنس في الشركه، تظبط يعني الموبيليتي والكونكتيفيتي يعني. طيب earning MCSA ويندوز كذا 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 will qualify you to position for a position as a network or computer system administrator or computer support specialist. يبقى احنا يا جماعه الناس اللي عايز تاخد الكورس ده، الكورس ده بيقول لك ان هو هيأهلك ان انت تكون اهو network or computer system administrator، تمام، or a computer support specialist اهو، هيأهلك للوظيفتين دولت ماشي. وده يعني دي كده بريف صغير قوي عن البروجرام، لسه هنتكلم طبعا في الباقي وحاجات جامده جدا يعني وجايه في الكورس. طيب الكورس انفورميشن زي ما احنا متعودين، قال لك ان التايب سيرتيفيكت الديوريشن بتاعته بقى 140 ساعه يا جماعه. والحته دي مهمه جدا جدا يا جماعه. ليه بقى بقول مهمه جدا جدا؟ لان في ناس كتير جدا بتروح اماكن ياخد الكورس، وممكن اعرض لكم دلوقتي على الشاشه، بس انا ايه لسه في خطوه جايه يعني هبروفوك كل الهبل ده. طيب الديوريشن بتاعته 140 ساعه، انت بتلاقي مراكز بتديك الكورس ده يعني ممكن يقول لك والله ده الكورس بتاعنا 40 ساعه، ده الكورس بتاعنا 30 ساعه، الكورس بتاعنا يا عم 70 ساعه. عشان كده اي حد بياخد الكورس ده بقول له يا معلم هو انت قريت البروشور بتاع الكورس ولا قريت السي دي ام اسمها بتاع الكورس؟ مش سي دي ام، حاجه تانية مش فاكر اسمها ايه دلوقتي، تمام. يا عم لا ده انا ما بصيتش عليها، ما ادوهالناش اصلا، ما ادوهالناش. امال انت تتعلم ايه يا ابني؟ امال فين الاوت كامز؟ فين الليرنينج اوت كامز باي ذا اندنج اوف ذيس كورس؟ هتتعلم كذا، فين الكلام ده؟ مش موجود. طيب وفين البروجرام اوفر ريفيو؟ يعني ايه فين؟ قال لك لا ما ادوناش حاجه. طب خدت بالك من عدد الساعات؟ يا عم كانوا 70 ساعه 50 ساعه. عارف ان ده بلحه بلحه، حرفيا بلحه. فعشان كده بركز قوي في حوار مراكز الكورسات بالذات الانجليش يعني، عشان خاطر ده برضو في المجال بتاعي، فالموضوع يعني بيكون ينقط. عشان كده انا اخترت الاي سي ان انا بهوست الكورس بتاعتها بس لحد دلوقتي، هي وكذا مكان تاني جايين في التشانل ان شاء الله هعمل عليهم شغل. ده بالنسبه لموضوع الديوريشن. السبجكت بيكون نتورك اند سكيورتي، ده في قسم الاي تي في الاي سي. طبعا اللوكيشن بقى هنا هتلاقي تعرف تاخد الكورس ده في التحرير بس يا جماعه، مش هنعرف ناخده في التجمع يعني، مش هنعرف ندرس الكورس ده في التجمع، ندرسه في التحرير. والفورمات بتاعت الكورس ده ان كلاس واونلاين، تقدر تدرس الكورس ده في الاي سي في فرع التحرير اللي هو في فرع التحرير اللي هو عند ميدان التحرير يعني فلكي، او اونلاين. طيب السي يوز دي اختصار كده يعني، معلومه كده صغيره، اختصار لكلمه continuing educational units، وهم 14 units 14 وحده، فالوحده ب10 ساعات يبقى كده 140 ساعه. الستيتس اون ديماند انت محتاج تكلمهم يعني علشان خاطر تحجز الكورس، وهتكلمهم على الرقم ده عشان خاطر تكلم حد من قسم الاي تي في ايه يحجز لك ويرتب معاك. طيب او تعمل لهم ايميل هنا، تبعت لهم ايميل هنا يعني. طيب خلينا نخش على البروجرام اوفر فيو. هنا بيقول لك الام سي اس اي programs contains 3 modules، في 3 موديولز. اوكي، اول واحد موديول 20740، وده ممكن حاجه الناس بتوع الاي تي يعرفوها اكتر، ممكن تكتبوا لنا تحت برضو في الكومنتس عشان خاطر يعني الناس اللي هم الطلبه، في برضو ناس بيسمعوا الفيديو ده طلبه، فبالتالي الناس ممكن يكون الاكسبرتس او اللي ليهم خلفيه عن الموضوع يكتبوا لنا تحت في الكومنتس، وتشاركونا برضو التجربات التعليميه او التجارب التعليميه اللي انتم مريتوا بيها قبل كده كانت عامله ازاي بالمقارنه باللي احنا هنشرحه النهارده. طيب ففي موديول 20740 هنا بيقول لك this course is designed to primarily for information technology IT professionals with some Windows Service experiences. متصمم للناس اللي هم بتوع الاي تي بروفيشنالز واللي معاهم خبره صغيره خالص بقى في موضوع الايه الادمنستريشن وكده. It is designed for professionals who will be responsible for managing storage, computing by using Windows Server 2016,
who need to understand the scenarios, requirements, and storage and compute options that are available and applicable to Windows Server 2016. هتتعلم بقى الابلكيشنز اللي انت تستخدم بيها فيها هتستخدم فيها ال 2016 سيرفر يعني. تمام، ده بالنسبه للموديول ده. يبقى انت هتعرف عنه هو مصمم للناس اللي هم يعني عندهم خبره صغيره في الويندوز سيرفر اكسبيرينس، يعني عندهم خبره في الحته دي. تمام، وهيعرفك بقى ان انت ومسؤول برضو، معمول برضو للناس اللي هم يعني مسؤولين عن الداتا وتخزين الداتا واداره الداتا في قلب الشركه. اوكي. طيب في موديول بقى 20 741 يبقى عنده مشكله في الحته دي بالارقام فايه فنعديها يعني. عندنا الموديول 20 741. This course provides you with the fundamental networking skills required to deploy and support Windows Server كذا كذا مصر organization مش عارف ايه. اوكي طيب هنا بيقول لك ان هو يعرفك بقى شويه الفاونديشن نتورك، الفاندمنتال نتوركينج سكيلز بقى اللي احنا شفناها في الام سي في السي سي ان اي. وانا متوقع ان كل الناس اللي سمعوا السي سي ان اي جايين يسمعوا الام سي اس اي، او لو انت بتسمع دلوقتي الام سي اس اي محتاج برضو تشوف الكورس بتاع السي سي ان اي، عشان خاطر غالبا مش هتعرف تاخد الكورس ده الا لما تاخد، مش غالبا، هو مش هتعرف تاخد الكورس ده الا لما تاخد الكورس التاني، لان الكورس التاني اللي هو بتاع الام سي بتاع السي سي ان اي بري ريكويزيت هنا في الكورس ده عشان تاخد ده. فانت عشان تدرس الكورس ده لازم تكون واخد الايه السي سي ان اي. فهنا بيقول لك برضو ان هو هيعرفك شويه ايه نوليدج عن موضوع النتوركينج وكده. it covers ايه بقى؟ اي بي فاندمنتالز والريموت اكسس تكنولوجي، لو انت قاعد هنا وعايز تشوف شركتك اللي في السعوديه اخبارها ايه ومش عارف ايه. تمام، and more advanced content including software defined networking. انا مش عارف الحته دي، الناس بتوع الاي تي يا ريت يكتبوا لنا تحت في الكومنتس ايه الموضوع ده. طيب موديول 20 742. This course teaches IT professionals who how to deploy and configure Active Directory domain. طبعا الموضوع ده مهم جدا 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 للناس اللي هم بتوع الادمنستريشن. تمام، implement group policy. طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا. انا كنت على فكره يا جماعه انا عندي سنتين اي تي سبيشالست. اوكي، فالحاجات دي كلها انا عارفها، بس ممكن ما اكونش عارف بقى المعنى بيهايند، بس مش عارفها عامه يعني. طيب perform backup and restore. طبعا بقى انت محتاج تعمل الباك اب لكل الداتا اللي عندك عشان لو لا قدر الله حصل حاجه في السيرفر، لو انت شغال اون برامسز او اي حاجه. اوكي ادي اهو، وتعمل ريستور طبعا. طبعا monitor and troubleshoot Active Directory related issues with Windows Server 2016. طبعا الصيانة والإصلاحات والكلام ده. Additionally, this course teaches students how to deploy other Active Directory server rules اهو such as Active Directory. دي الحاجات بقى اللي انت هتعملها. Federation Services and Active Directory Certificate Services. اكيد انتوا عارفينها بينكم وبين بعض بقى اللي هو ايه ADFS و ADCS. الحاجه دي يا جماعه انا ما يعني يا ريت الناس اللي بتسمع الفيديو من فضلكم لو بس تشاركونا الداتا اللي موجوده دي. تمام. وهنا طبعا بيقول لك ان الكود بتاعه كذا، وهنا بقى لو ضغطت هنا هسيب لك اللينك طبعا تحت، في طبعا ايه مور داتا هي كلها موجوده يعني. لو احنا عايزين نبص عليها هنا هتلاقي ان الكورس اهوت ايه دي learning outcomes، انا قراءة هناك برضو. تمام. خلينا نخش بقى على ايه learning outcomes. ايه اللي انت هتتعلمه في الكورس ده؟ by the end of this course learners will be able to ايه بقى؟ هنقدر نعمل ايه؟ بص يا باشا، اول واحد اللي هو الموديول خلينا نعملهم كلهم ايه بالوان شبه بعض، يعني الموديول ده بلون واحد والتاني بلون واحد. طيب موديول 20 740. Prepare and install Windows Server 2016 including server core and plan a server upgrade and migration strategy.
هتثبت الويندوز سيرفر على السيرفرات بتاعتك 2016 including server core، مش عارف الحته دي، او plan server upgrade and migration strategy. برضو ايه الحته دي ممكن الناس بتوع الاي تي يبصوا لنا كده عليها بصه. وانا واثق برضو الناس اللي جايه تبص على كورس هنا في الاي سي وبص they are looking for advancement يعني، فاكيد عارفين الكلام ده او عندهم شويه خبره في السوق في الحاجات دي. يا ريت الناس تكتب لنا تحت. describe the various storage options. طبعا هنا عندنا ال various storage options يعني مثلا يعني هنحط الاستورج دي على ايه بقى، نحط الحاجات يعني هنحطها on cloud ولا هنحطها on premises ولا هنجيب هاردات ولا هنعمل ايه، including partition table program formats. اوكي انا بعلم لكم وانتوا برضو بصوا كده عليها بصوا. basic and dynamic desks، الحاجات دي برضو كلها skills. file systems virtual hard disks and driver hardware and explain how to manage disks. الموضوع ده يا جماعه باختصار عن الاستورج، الحته بتاعت الموديول ده هتكلموا فيه اكتر عن الاستورج بقى وازاي الداتا دي بتلعبوا بيها كده وبتعملوا لها اداره يعني. describe enterprise storage solutions and select the appropriate solution for a given situation. هتحل هو من احد اسامي من يعني في ناس بتقول على ام سي اس اي مايكروسوفت سيرتيفايد نتورك ام سي اس سيستم ادمن او سولوشن ادمن حاجه كده. فهي حته اللي انت تدور على سولوشن دي مهمه جدا جدا هنا في الام سي اس اي. implement and manage storage spaces and data duplication. برضو الحته بتاعت الاستورج غالبا الموديول ده بيتكلم عن الاستورج. install and configure مايكروسوفت هايبر في، ممكن ده يكون عن الفيرتشوال ماشينز وكده، والكونفيجر فيرتشوال ماشينز بالظبط كده. تمام اهو. deploy configure and manage Windows and Hyper-V containers. okay. describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016. لو حصل حاجه لا قدر الله انت برضو بتعرف بقى الايه تعمل ريكفري لكل الحاجات اللي ضاعت دي. plan create and manage failover cluster. برضو الحته دي تكنيكال غالبا. implement failover clustering for Hyper-V virtual machine. configure a network LAN balancing اللي هو NLP cluster and plan for an NLP implementation. هتثبت الموضوع، هتثبت ال NLP وتعملها تعريف بقى وتكونفيجر وكده. create and managing deployment images. اوكي. وفي الحته بتاعت manage monitor and maintain virtual machine installation. لو انت مثبت virtual machines انت كده تعرف تعملها اداره وتعرف تبص عليها وتراجعها وتعملها كمان صيانه بتاعت وفي التثبيتات تثبتها وتعمل لها كل الكلام ده. طيب الموديول 2 اللي هو الموديول بقى 20741. طيب plan and implement IP version 4 network. هتثبت وهتخطط ان انت تعمل حته ايه الاي بي فيرجن 4. اوكي. implement dynamic host configuration protocol دي اتش سي بي. طبعا الموضوع ده الكلمه دي كنت بسمعها كتير قوي احنا في الكورس بس لحد حاليا مش مجمع يعني. implement IP version 6. طبعا اي بي فيرجن 4 قرب يخلص يعني او خلاص بقى في نهايته، فبيقولوا ان احنا هنشتغل اي بي فيرجن 6 ده بيكون اكبر شويه بس هيدينا availability الاجهزه اكتر. implement domain name system DNS سيرفر المجمع ده. implement and manage IP address management IPAM. اوكي كل الحاجات دي هتلاقوها في الكورس يا جماعه، اتعلموا كل الكلام ده. plan for remote access طبعا. implement access direct access. اوكي. implement virtual private network VPNs. اوكي. implement networking for branch offices. هتعمل هتربط بقى كل الفروع وتعمل كل الكلام ده. configure advanced networking features. اوكي. implement software defined networking. ده اللي هو الموديول 741. طيب
موديول 20742 ناخد له ده. install and configure domain controllers, manage objects in ADDS by using graphical tools and Windows PowerShell. الكلام ده يا جماعه very technical، وده اللي انتوا هتتعلموه في الكورس. واكيد اللي بيقرا الكورس دلوقتي او اكيد اللي حاضر بيسمع الاكسبلانيشن او الالستريشن بتاعي دلوقتي، يعني اكيد برضو عنده خلفيه عن الموضوع وعارف هو هيبص هيتعلم ايه في الكورس ده. implement ADDS in complex environments, implement ADDS sites and configure and manage replication. Okay, implement and manage group policy objects GPOS, manage user setting by using GPOS, secure ADDS and user accounts. طبعا الكلام ده الناس بتوع الاي تي اكيد مبسوطين قوي بالحته. انا كنت مبهور جدا 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 بالكورس ده، وانا كنت بخطط اخده عامه بس حصل النقله النوعيه. طيب implement and manage certificate authority CA hierarchy with ADCS. حلو قوي. deploy and manage certificates. ماشي. implement and administer ADFS. ماشي. implement and administer Active Directory Rights Management Service ADRMS. طبعا الكلام ده very professional I think. implement ايه synchronization between ADDS and Azure AD. في ناس بتقول على كده، ناس بتقول على كده يعني. اوكي. monitor troubleshoot and establish business continuity for ADDS services. الكلام ده كلام عظيم يا جماعه، الكلام ده كلام جميل. ده اللي انت تتعلمه في الكورس. شايفين الكورس ده على مدار 140 ساعه. 140 ساعه دولت ال 30 ساعه بياخدوا شهر واسبوع. ده لو احنا اخدناها مرتين في الاسبوع. خدت 3 مرات في الاسبوع ممكن يقعد، يعني ممكن الكورس ده يقعد معاك 3 شهور. 3 شهور بتتعلم في الكورس. متخيلين 3 شهور بتتعلم في الكلام ده؟ مش كده تعالى شهر ويلا وامشي. حاجه تانية بصراحه في مراكز الكورسات اللي بره تانية يعني. طيب هنا الادميشن اند فيز. الادميشن بقى اللي هو البري ريكويزيتس اللي انت المفروض تعملها قبل ما تاخد الكورس ده. يعني في ناس مثلا في كورس تقول لك والله انا محتاج مستواك في الانجليش يكون كذا. في ناس يقول لك في كورسز تقول لك والله احنا محتاج تكون واخد الشهاده دي قبل الشهاده دي. ده واحد منهم. بيقول لك انك لازم تكون واخد CCNA كورس. وفي الاي اللي فوق هيظهر لك برضو الهايبر لينك بتاع CCNA كورس كنت اتكلمت عنه. اوكي. طيب الفيز بقى، وما ادراك ما الفيز. الناس اللي قلقانه من الحته بتاعت الفيز. طيب الفيز بتاعت الكورس 8250 ساعه، 250 جنيه. ده انت 350 ساعه بس 8250 جنيه. وهنا انا عايز اكلمكم زي كل مره ما بتكلم مع الناس. انت ممكن تكون بعد ما سمعت الكلام وبتاع وانت مبسوط من اللي انت سمعته، مبسوط من الكورس وبتاع ومش عارف ايه، والله الكلام الجميل ده وانا مبسوط قوي جدا. طيب يجي بقى وقت الفلوس، انت هتبتدي تفكر. انا ككارير كوتش لما ناس بتيجي يعني بنتكلم عشان خاطر عايزين نعمل كارير ديفلوبمنت او عايزين خاطر نعمل اي حاجه بقى تخص الكارير، انا مش بدي نصايح عامه، او مفيش كارير كوتش بيدي نصايح. ولكن في الحته دي انا بدرس في الجامعه الامريكيه بقالي 3 سنين بالظبط. اوكي. درست انجلش، درست هيومن ريسورس مانجمنت الدبلومه، ودرست داتا اناليسيس اند فيجواليزيشن، درست تيتشنج اند جيميفيكيشن. غالبا كل الكورس بتاعتي درستها في الجامعه الامريكيه. بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. الريتيرن اون انفستمنت، الاستثمار اللي انت هتعمله في نفسك في الوقت ده او في الجامعه الامريكيه يا جماعه، والله مش هيروح. هو انا ليه اخترت الجامعه الامريكيه؟ علشان خاطر اقول الكورسات بتاعتها للناس، او عشان خاطر اتكلم عليها براحتي. الفلوس اللي عشان انا واثق في المكان ده، الفلوس اللي انت هتدفعها رجع لك على راي الكنافه. تمام. فانا عايز اقول لك ان انت صدقني الكورس ده جامد جدا جدا، والعائد على الاستثمار اللي انت تستثمره في نفسك في دفع الفلوس ده، في دفع الفلوس في الكورس ده، هيرجع لك كده ان شاء الله. فانا عايز اقول لك لو انت متردد ما تترددش، هتاخد احسن تجربه تعليميه، هتاخد احسن مكان هتدرس فيه، هتاخد احسن ناس هيدرسوا لك، هتطلع بعلاقات حلوه جدا جدا.
جو دراسة جميل ومريح. انستراكتورز على اعلى مستوى كلهم بروفيشنالز، و ان اي ان بي ام سي اس اي ام سي اس اي، وناس كده فيري بروفيشنال. هيعملوا لك كارير، هيعملوا لك كوتشنج جوه الكورس برضو. يعني انت اما تساله تقول والله يا باشمهندس انا عايز اعمل كذا كذا، يرد عليك وهيفيدك بالخبره اللي عنده. فانت بس مش مجرد بتاخد علم، لا ده انت بتاخد حاجات اكتر من علم، بتاخد حاجات انت ممكن يعني ما تلاقيهاش في مكان تاني، عشان خاطر نوع العلاقات اللي هنا مختلف ونوع الناس اللي هنا مختلف. فبجد بجد انا بشجعك تروح تدرس. لو انت متردد ما تترددش، وانا اي ثينك ان انت معاك مثلا نصهم ربعهم، استنى وادرسوا هناك، استنى وادرسوا هناك، هتتبسط وهتاخد ساعات محترمه وهتاخد تدريب محترم. دي بس النصيحه اللي انا كنت عايز اقولها لك قبل ما اقفل الاكسبلانيشن. بس مبسوط انك هنا ومبسوط انك بتطور في نفسك، ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعمل سبسكرايب في الشانل، ويا ريت تدعمني. انا لسه بادئ وحابب افيد الناس كلها. انا اتش ار وكارير كوتش وانجلش تيتشر وبدرس education and technology computer science. هتلاقي لينكد ان عندي تحت الفيديو، وهتلاقي الفيسبوك بيج عندي تحت، وهتلاقي البروفايل بتاعي تحت الفيديو برضو، والواتساب جروب موجود تحت. يا ريت تنضم، ويا ريت يعني تتفاعل معانا وتتواصل معانا، واتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل ولايك الفيديو، وخلينا نكمل الفيديو. وفي اخر الفيديو بشكرك ان انت اخترت احمد عبيه من الشانل عبيه ايدي كوتشنج عشان يشرح لك مراجعه الكورس في الجامعه الامريكيه. بتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل وتدعمنا عشان نفضل مكملين في النوع ده من الكونتنت، وتعمل لايك الفيديو. ويا ريت لو انت عندك اي سؤال تسيبه لي تحت في الكومنتس، انا برد في خلال دقيقه او نص دقيقه. استودعكم الله وابشر يا صديقي.